إزاي ترد على المريض اللي بيقول لك إن سعره غالي؟ بُص يا دكاترة، أكيد كلنا مرّة بموقف يتفاجئ فيه بعد ما خلّص شغل أو حتى أثناء الكشف إن المريض بيقول يا دكتور سعرك غالي، أو ليه كده ده غيرك بيعملها بسعر أقل منك. الكلمات من النوعية دي لو ما عرفتوش تتعاملوا معاها صح ممكن تخسروا المريض وممكن تخسروا سمعتكم كمان. بس المعلومة اللي قد تكون غايبة عنكم هي إن الجملة دي مش نهاية الحوار، دي بدايته. تخيل قبل ما أقول لكم تتعاملوا إزاي في المواقف دي خلوني الأول أرحّب بيكم وأقول لكم مساء الخير عليكم، وأهلًا ومرحبًا بيكم وحلقة جديدة من نينجا دينست. حابب أنتهز الفرصة وأرحّب بأكتر من 2000 عضو انضموا لأسرة نينجا دينتست، وقبل ما أبدأ عايزك تعمل متابعة ولايك وشير وحركة الإكسبلور وتحط الحلقة في المفضلة عشان تكبر عيلتنا ببعض سوا، وتابع الحلقة للآخر عشان كما هي العادة مجهّز لك مفاجأة لطيفة آخر الحلقة. خلّيني بالأول أحكي لك موقف شُفته في عيادتي. مريض جه يعمل استشارة عن زراعة أسنان، الدكتور شرح له الخطة وقال له السعر، المريض قام بسرعة وقال لك غالية جدًا، دكتور فلان بيعملها بنُص السعر، الدكتور اتلخبط بدأ يبرر ويخصم، في الآخر المريض ما عملش لا هنا ولا هناك. ليه؟ لإن المشكلة ما كانتش في الرقم، المشكلة إن المريض ما شافش القيمة. الأبحاث في علم الاقتصاد السلوكي behavioral economics وعلم الأعصاب الاستهلاكي النيورو ماركتينج بتقول إن 95% من قرارات الشراء بتتم في العقل اللاواعي، يعني المريض ما بيحسبهاش بالآلة الحاسبة، هو بيشتري راحة بال زائد ثقة زائد الأمان. طيب المريض بيفكر إزاي؟ المريض جوه دماغه فيه 3 مخاوف أساسية، 1 الخوف من المجهول، هو الدكتور ده هيكون قد كلامه؟ إيه الضمان إن النتيجة تعيش معايا؟ هنا دورك تورّي له صور قبل وبعد وشهادات وضمان على الخامات. 2 الخوف من التغيير، أنا جرّبت قبل كده واتعذبت، لازم تدّي له تجربة مختلفة، جلسة بدون ألم، شرح الخطوات، طمأنينة في التعامل. الخوف التالت هو الخوف من الخسارة، طب لو دفعت المبلغ ده وخسرت فلوسي؟ هنا لازم تبيّن له إن اللي بيدفعه مش تكلفة، ده استثمار في راحته وجودة حياته. وعشان تعالج الاعتراض عندك أداة قوية جدًا وهي الأسئلة. آه والله زي ما باقول لك كده، إزاي بقى؟ لو المريض قال لك سعرك غالي، أنت المفروض ترد تقول له غالي بالنسبة لإيه يا فندم؟ لو بالنسبة لمنافس، هل هيدّيك نفس القيمة يا فندم والّا مجرد رقم أقل؟ لو غالي على ميزانيته، تحب نفكر سوا إيه اللي ممكن يناسبك من غير ما نضحي بالجودة؟ لو شايف الخدمة مش مستاهلة، طب تتوقع إيه اللي ممكن يحصل لو عملت العلاج بجودة أقل؟ المعادلة الذهبية هنا الألم ضد المكسب. المريض بيوازن بين ألم الدفع والوقت والخوف وبين مكسب الراحة والابتسامة والثقة. مهمتك تزود كفة المكسب وتخفف كفة القلب. خلينا اديك مثال عملي من عيادة الأسنان. المريض بيقول زراعة الأسنان عندك غالية، في دكتور بيعملها بنص السعر. هترد تقول تمام بس خلينا نفكر مع بعض، لو الزراعة وقعت بعد سنتين أو عملت التهابات هتكون وقرت ولا خسرت فلوسك مرتين؟ إحنا بنستخدم خامات ألمانية عليها ضمان عالمي وتقنيات مش بس بتقلل الألم، دي كمان بتقلل نسبة الفشل. يعني حضرتك مش بتدفع فلوس لعلاج، أنت بتستثمر في راحة حياتك كلها. والحقيقة العلمية بتقول المخ وبالأخص المظلة بيستجيب أسرع للمحفزات العاطفية زي الخوف من الألم أو وعد الراحة، عشان كده المريض ممكن يتجاهل خصم 20% عند دكتور قريب منه ما يعرفوش، بس يمشي مشوار طويل عشان يروح لدكتور يثق فيه حتى لو أغلى. الخلاصة الاعتراض مش عدوك، ده علامة إن المريض لسه بيفكر. 2 الأسئلة بتبقى أذكى من الإجابات لأنها بتسيب المريض يقنع نفسه. 3 ركّز على القيمة مش السعر، راحة، ضمان، ثقة. 4 ابني تجربة علاجية متكاملة من أول الاستقبال لحد المتابعة بعد الجلسة. خلّيني أدّي لك خطة عملية من 3 خطوات تقدر تبدأ بيها من بكرة. 1 اعمل قائمة قيمة توضّح فيها كل ميزة المريض بياخدها معاك. 2 حضّر سيناريوهات رَد جاهزة على اعتراض سعرك غالي. 3 درّب فريقك كلّه إنّهم يردّوا بنفس الثقة واللبق. المفاجأة اللي وعدتك بيها أنا مجهز لك ملف وورد كامل فيه أمثلة ردود جاهزة على اعتراض سعر جاري،
بأسلوب علمي وكمان عاطفي تقدر تحمّله وتطبّقه في عيادتك. لو عايز نسخة منه سيب تعليق بكلمة سعر غالي، وفي الآخر ما تنساش تعمل لايك وشير وتحط الحلقة في المفضلة عشان تكبر العيلة. ولو عايز نسخة من سكريبت الحلقة مكتوب، اكتب في التعليقات نينجا دينتست وأنا هابعت لك سكريبت الحلقة. واشوفك في حلقة جديدة من نينجا دينتست.